أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح، القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. في ناس كتير أول ما تتكلم عن الكورة تفتكر المهاجم اللي بيجيب الجون أو لاعب الوسط اللي بيصنع اللعب، بس قليل جدا اللي بيقدر فعلا قيمة حارس المرمى. الحارس هو العقل الهادئ وسط الزحمة، هو اللي بيشوف كل حاجة وبيتحرك قبل الكورة ما تتلعب. من غيره الفريق بيكون تايه. تخيل إنك واقف لوحدك وكل الناس مستنية منك تنقذ الفريق بلقطة واحدة. الضغوط دي ممكن تكسر أي حد، لكن الحارس الحقيقي بيحولها لدافع وبيتعامل مع كل تصدي كأنه إنقاذ حياة فريق كامل. حارس المرمى مش بس بيصد الكورة، ده بيبدأ الهجمة وبيفكر أسرع من أي لاعب تاني. لما تكون عنده رؤية وتمرير مضبوط وهدوء في القرار، بيبقى هو مفتاح اللعب الحقيقي. كمان الحارس لازم يكون عنده شخصية قوية، صوته دايما مسموع، بيوجه المدافعين وبيحمس الفريق في أصعب لحظة. الحارس الشاطر هو اللي يخلي زمايله حاسين بالأمان طول الماتش، ومن غير تركيز ورد فعل سريع وشجاعة مفيش حارس ناجح. كل تصدي بيحتاج لحظة شجاعة، وكل كرة عالية محتاجة ثقة. وفي النهاية الفرق بين الحارس الكبير والعادي مش بس في المهارة، لكن في العقلية. الحارس الكبير ما بيتهزش بعد غلطة، بيعرف ان الغلط جزء من اللعبة وبيكمل بنفس القوة وكأن مفيش حاجة حصلت. علشان كده دايما بنقول الفريق ممكن يعيش من غير مهاجم فترة، لكن من غير حارس كويس مستحيل. حارس المرمى هو القلب النابض لأي فريق، واللي بيصنع الفارق في اللحظة اللي الكل بيحسبها انتهت. ودلوقتي هنتفرج مع بعض على بعض التصديات اللي أحدثت فارق في نتيجة الماتش، وحراس مرمى مميزين بيكونوا قدوة ونتعلم منهم. يلا بينا. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة ولعب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لأصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.